كان النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل على ظهر دابة، فالرسول يسأل معاذ ويقول: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحمد لله، كلنا من أهل التوحيد، والله لا طفنا بصنم ولا طفنا بقبر ولا ذبحنا لغير الله، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا التوحيد. قل آمين يا أخوان. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام، ثم التفت مرة ثانية وقال: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ يا أخوان، والله هذه كلمة عظيمة، أن يكون لنا نحن حق على الله عز وجل. من نحن أصلا في ملك الله؟ ترى حنا يا الإنس، وخاصة الذين نموت على التوحيد، قلة. تدري كم حجم الذين يموتون على التوحيد بالنسبة لسائر البشر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لا شيء، نسبة بسيطة، ومع ذلك لك حق على الله عز وجل، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. الله أكبر يا أخي، شوف، ما دامك تموت على التوحيد بشر الخير. هذا الأمر يجعلك تطمئن وتعيش وأنت واثق أن الله عز وجل سيفتح لك أبواب الخير والرحمة.